السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، جاهزين ترجعوا معايا بالزمن لسنين طويلة؟ تعالوا نعتبر نفسنا في زمن غير الزمن ده ومكان بعيد عن هنا تماما، عشان نتعرف مع بعض على قصة قوم ما سابوش فاحشة أو منكر منهي عنه إلا وعملوه، لحد ما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوم سوء فاسقين، وده لشدة اللي عملوه من المنكرات، وكانت النتيجة أهلكهم الله بأشد أنواع العذاب، حتى إن عذابهم ده أصبح آية وعبرة لكل من يفتعل فعلتهم على مر التاريخ. القوم اللي بنتكلم عنهم النهاردة هم أصحاب المؤتفكة اللي حدثنا عنهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. تعالوا بينا نتعرف مع بعض مين هم أصحاب المؤتفكة وإيه اللي عملوه حتى أهلكهم الله بأشد أنواع العذاب، ومين هو نبيهم ويا ترى عملوا معاه إيه، وليه أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملائكة مخصوص لتدميرهم، وإزاي كانت نهايتهم عبرة لمن يعتبر. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أنتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طيب مبدئيا كده تعالوا نعرف يعني إيه مؤتفكة أو مؤتفكات. كلمة مؤتفكات في اللغة العربية بتعني المنقلبات، وده كناية عن إن سيدنا جبريل وقت عذابهم رفع القرية للسماء وقلبها رأسا على عقب على اللي فيها. قال ابن كثير: المؤتفكات هم الأمم المكذبون بالرسل، يعني أقوام بيكذبوا بما أنزل الله عز وجل وبما أرسل به الرسل. وقيل المقصود بهم قارون وقومه، ولكن أغلب المفسرين قالوا إن المؤتفكات المقصود بها قرى قوم لوط عليه السلام. الطبري رحمة الله عليه قال: هي القرى التي تفكت بعملها فصار عاليها سافلها فأهلكها الله عز وجل بالخاطئة. طيب يعني إيه الكلام ده كله؟ صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بينا نعرف القصة من أولها. بتبدأ قصة أصحاب المؤتفكة لما عارض قوم بابل نبيهم إبراهيم عليه السلام في عبادة الله، وأمر النمرود بإلقائه في النار، فكانت المعجزة إنه خرج منها سالما. وقتها لم يؤمن معاه إلا السيدة سارة زوجته ورجل واحد فقط، وهو لوط ابن هارون ابن آزر، يعني النبي إبراهيم عليه السلام بيكون عمه اللي رباه في بيته وهو صغير بعد موت أبوه هارون. معنى كده إن لوط ما كانش من عيلة عادية، ده اتربى في بيت النبوة. وبعد حادثة رمي إبراهيم في النار قرر إبراهيم عليه السلام الهجرة من بلد قومه لأرض الشام، فهاجر معاه نبي الله لوط. وفي الوقت ده ربنا أنزل عليه النبوة، فبقى مكلف هو كمان إنه يدعو قوم آخرين. فطلب منه إبراهيم عليه السلام إنه يتوجه لقوم أصحاب المؤتفكة اللي هما محور حديثنا النهاردة، عشان يدعوهم للإيمان بالله عز وجل. القوم دول كانوا ساكنين في قرية اسمها سدوم في فلسطين، ومش بس أهل سدوم، ده يقال إنهم كانوا 7 قرى، وكان عدد سكانهم 4000 نسمة، ودول اللي أسماهم الله في القرآن الكريم بالمؤتفكات. قال الله تعالى في الآية رقم 70 من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما وصل لوط عليه السلام لتلك القرية اتعجب من شدة سوء أهلها، لأنهم كانوا أفجر الناس وقتها وأكترهم على وجه الأرض معصية، ما كانوش بيسيبوا منكر اتنهى عنه إلا وعملوه. يعني على سبيل المثال بيعبدوا الأصنام ويقطعوا الطريق ويسفكوا الدماء وبيلبسوا الحرير ويشربوا الخمر. أما بقى الطمة الكبرى إنهم عملوا فاحشة ما سبقش وعملها حد قبلهم، ألا وهي وكما ذكر القرآن الكريم: اتيان الرجال شهوة من دون النساء. والأكبر من كده بقى اتقال إنهم كانوا بيعملوا الفعل ده مع الحيوانات والدواب بتاعتهم والمواشي. والأسوأ من كده إنهم كانوا بيفعلوا الأفعال دي بالنهار
وفي الجهر وفي العلن وقدام النساء من دون خوف أو استحياء. ذكر المفسرون إنهم استغنى الرجال بالرجال واستغنى النساء بالنساء وغيروا خلق الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بقت الرجالة في القرية دي هم الأهداف المرغوبة، وأي حد سوي ونقي وطاهر يبقى في نظرهم يستاهل الطرد والعقوبة. حتى أي شخص يمر بالصدفة من مدينتهم، مسافر أو غريب أو ضيف، ما يسلمش منهم وما يسيبوهوش في حاله. كانوا مرضى ورافضين يتعالجوا، كانوا بيجهروا بالمعصية وبيعملوها في كل مكان، حتى في الطرقات والنوادي. والنادي اللي ما يعرفوش هو المكان اللي بيجتمعوا فيه بالنهار ويتناقشوا ويتشاوروا أو يتكلموا. أما لو كان الاجتماع بالليل فده بيبقى اسمه سامر. ومن شدة كفرهم وضلالهم بقوا يقولوا لسيدنا لوط: استضيف انت النساء عندك وسيب لنا الرجالة. قلب سيدنا لوط كان بينفطر من الحزن بسبب تصرفاتهم. هو في الأول وفي الآخر رسول مبعوث ليهم بالهداية، لكن أي هداية الناس زي دول. فكان الحال إن محدش آمن بدعوته غير أهل بيته، ومش كلهم كمان، لأ، لأن زوجة سيدنا لوط كفرت وكتمت كفرها. أي نعم أظهرت الإيمان، لكن من جواها كانت كافرة ومش مقتنعة بدين سيدنا لوط ولا برسالته. زوجته دي كانت من أهل سدوم أصلاً، اتجوزها بعد ما استقر هناك. ساعتها كانت زوجته الأولى أم بناته اتوفت. قوم سيدنا لوط مش بس كفروا برسالته، دول كمان زودوا في أفعالهم وبقوا يهددوا سيدنا لوط يا يسكت عن دعوتهم ويبطل يكلمهم عن الطهارة والقيم والأخلاق والفضائل ويدعوهم لله الواحد، يا هيعاقبوه ويطردوه هو وأهله من البلد. وكان رد سيدنا لوط عليهم رد ثابت، مش خايف ولا متردد، صمم على موقفه وأعلنها صراحة إنه ضد اللي هم بيعملوه وهيفضل ضده. وبعدها لجأ لربه بالدعاء وقال له: يا رب نجيني من اللي بيعملوه، يا رب نجيني وأهلي مما يعملون. لكن هم فضلوا في اللي هم فيه وزادوا فيه أكتر وأكتر. وصل بيهم الحال إنهم مش شايفينه بس، مش قادرين يفوقوا ومش عايزين يفوقوا. وبقوا يقولوا: آخرة إيه دي اللي بيتكلم عنها النبي؟ خلاص هم همهم الوحيد الدنيا وبس. فلما يئس منهم نبي الله لوط وعرف إنهم مش هيرجعوا عن أفعالهم، رفع إيديه للسماء ودعا عليهم بالهلاك وإن ربنا ينجيه هو وأهله جميعا. فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه وأرسل إلى الأرض 3 من أعظم الملائكة علشان يوقعوا العذاب على الكافرين. الملائكة دول هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. راحت الملائكة دي الأول لسيدنا إبراهيم وبشروه بابن إسحاق، وقالوا له إن ربنا بعتنا لقرية ظالمة، كانوا يقصدوا وقتها قرية سدوم، وقالوا له هنعذب أهلها ونخليهم عبرة. سيدنا إبراهيم في عز فرحته بالبشرى العظيمة اللي بشروها له، إلا إن رحمته كانت أكبر من فرحته، وفوراً فكر في سيدنا لوط. حاول يجادل الملائكة، قال لهم بس سدوم دي فيها لوط. قالوا له ربنا أعلم باللي فيها، وهو سبحانه أخبرنا بمن فيها وهينجي لوط وأهله، ما تخافش عليهم وما تجادلناش في أمر الله، لأنه قضاه وكتبه خلاص فلازم يتنفذ. خرجت الملائكة من عند سيدنا إبراهيم متجهين لقوم لوط في صورة بشر. أول ما شافهم خاف عليهم وشال همهم وقال هذا يوم عصيب. لكن زوجة سيدنا لوط أول ما شافتهم في البيت اتسللت من غير ما سيدنا لوط يحس، وراحت قالت لأهل القرية إن في غرباء غاية في الجمال موجودين في بيت لوط. وفي مدة بسيطة جدا كان الخبر انتشر. راح أهل القرية بسرعة مستعجلين ومسروعين على بيت سيدنا لوط،
طلبوا منه إنه يخلي الضيوف يخرجوا لهم بره. سيدنا لوط ما كانش بييأس وكان لسه مستمر في محاولة النصيحة حتى لو الأمل ضعيف، وقال لهم: خدوا بناتي هن أطهر لكم. هو قصده هنا نساء القوم بشكل عام، لأن النبي بيبقى بالنسبة لقومه في مقام الوالد، فهو حب يبعدهم عن الفاحشة بتوجيههم للإناث اللي مخلوقين ومهيئين ليهم في الحلال. حب يقنعهم بالفطرة، وبعدها حاول يفكرهم بربنا ويصح فيهم التقوى، وقال لهم اتقوا الله في محاولة يائسة منه إنه يلمس فيهم النخوة جواهم. وقال لهم: ما تكسفونيش قدام ضيوفي، يعني ما تلحقوش بيا العار والذل بإنكم تأذوا ضيوفي وتجبروهم على عمل الفاحشة، ولكن لا حياة لمن تنادي. أصروا على طلبهم وقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ازداد حزن سيدنا لوط، حس إنه لوحده، راجل غريب جاي من بعيد من غير عشيرة تحميه ولا أولاد ذكور يتسند عليهم وينصروه. قفل الباب ورجع لضيوفه. كانوا الضيوف هاديين جدا، مش باين عليهم أي خوف أو اضطراب، وده خلاه يندهش من رد فعلهم رغم كل اللي سمعوه. ابتدى القوم يخبطوا جامد على الباب. سيدنا لوط في عز الضيق قال: يا ريت كان عندي عشيرة وقوة تخليني أحمي ضيوفي منهم، أو حتى مكان ينفع أحتمي بيه منهم أنا وضيوفي. سيدنا لوط كان عارف إنه تحت حماية الله اللي أشد من أي ركن وأقوى من أي قوة، لكن المقصود هنا كان رغبته في أي حاجة فورية تمنع الناس دي من إيذاء الضيوف. ومن رحمة ربنا ومن صدق نية سيدنا لوط، ربنا استجاب فعلا لطلبه حتى من قبل ما يطلبه، فبعت له الحماية الفورية والقوة الجبارة قبل ما يتمناها. لما الضيق بلغ ذروته واشتد بلوط كربه وقال كلمته، اتحركت الملايكة وقامت قالوا له: ما تخافش يا لوط، انت فعلا تحت حماية ركن ربك الشديد، احنا ملائكة وربنا بعتنا هنا علشان ننجيك. وقتها أشار جبريل بإصبعه أو يقال بجناحه، فتعمى الناس من ورا الباب. التفتت باقي الملائكة لسيدنا لوط وقالوا له: خد أهلك واخرج من البلد فورا، ومحدش فيكم يلتفت ولا يبص وراه أبدا. هتسمعوا أصوات هتهتز من فظاعتها الجبال، لكن اوعوا تلتفتوا، واللي هيلف وشه ناحية القرية بعد ما تطلعوا منها هيصيبوا من العذاب زي اللي هيصيبهم بالظبط. انتوا متخيلين مدى العذاب؟ عذاب بيصيب الشخص بمجرد النظر إليه. ساعتها الملائكة بلغت سيدنا لوط إن زوجته كافرة، هي صحيح هتخرج معاه هو وأهله، لكنها كفرت وكانت من الغابرين، فهتلف وشها وهيصيبها زي اللي هيصيبهم. كده يتحقق العدل في إنها ما تهربش من العذاب رغم الكفر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والغابرين هنا معناها الهالكين، وفي تفسير تاني بيقول إنها ما خرجتش معهم أصلا. يذكر إن سيدنا لوط بعد ما عرف إنها من الهالكين ما قالهاش إنه هيخرج، والسبب إنه جاله الأمر الرباني في الآية اللي العلماء فسروها إن المقصود بالاستثناء في الآية هو استثناء امرأة سيدنا لوط، وده معناه إن ربنا أمره ياخد أهله كلهم إلا زوجته. وفي الحالة دي بقى بيفسروا كلمة الغابرين بالباقيين للهلاك، يعني اللي قعدوا في البلد وقع عليهم العذاب، فتكون هي من الغابرين اللي ما خرجوش من البلد وفضلوا فيها وأصابهم العذاب. سيدنا لوط سألهم: هو العذاب هيحصل دلوقتي؟ تفسير القرطبي وابن كثير مذكور إن سيدنا لوط استعجل العذاب لقومه، فالملائكة ردت عليه بأن ميعاد العذاب ربنا كتبه وحدده في صباح اليوم التالي، وصبروه بأن الصباح مش بعيد،
وإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لكن حتى تأخير العذاب ده كان فيه حكمة. الظاهر إن دي كانت مهلة لسيدنا لوط مش لقومه، مهلة للنبي هو وأهله عشان يبعدوا قدر المستطاع عن القرية قبل ما يتحقق فيها العذاب. وفعلا فورا وفي ظلمة الليل خرج هو وبناته، وزي ما قلنا قد تكون زوجته خرجت معاهم أو ما خرجتش. ابتدوا يمشوا بعيد لحد ما الصبح قرب. الصبح ابتدى يطلع والعذاب ابتدى يحصل. سيدنا جبريل وبطرف جناحه اقتلع المدن السبعة ورفعها كلها لفوق في السماء، وبعدين قلبهم مرة واحدة ورزعهم في الأرض، فتنكست المدن. والتنكيس هو إنك تقلب الشيء وتخلي راسه تحت والجزء الأسفل منه فوق. أثناء ما كانوا بيتقلبوا كان في حجارة من جهنم بتتساقط عليهم من السماء، حجارة ناشفة وقوية ومتتابعة، كان مكتوب عليها أسمائهم من شدة خطأهم وفظاعة كبائرهم. ربنا خصص ليهم حجارة من جهنم بأساميهم. استمر المطر واستمر العذاب، مات الجميع واتنكست المدن في الأرض. يعني المدن قعدت تدخل جوه الأرض لحد ما دخلت مقلوبة، وانفجر الماء فغطاها تماما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأخذتهم الصيحة، والصيحة المقصود بيها هنا العذاب والهلاك، ويقال كانت صاعقة كبيرة وأصوات عالية جدا جدا. بس الصيحة دي كانت مجرد بداية للعذاب الأصعب اللي واجهوه بعد كده. ومشرقين يعني عند شروق الشمس. كل ده كان سيدنا لوط وأهله سامعين أصوات مرعبة تخلي اللي يسمعها يخاف حتى إنه يتخيل اللي بيحصل فيهم إيه. كلهم قاوموا نفسهم وما التفتوش وراهم إلا زوجته اللي التفتت فانتهت في ثواني، وبدأ يتآكل جسدها وتتفتت زي ما يكون فص ملح وداب زي ما بنقول. انتهى العذاب وانتهى القوم الظالمين أصحاب الفاحشة العظيمة، لكن العظة ما بتنتهيش. ربنا خلى مكانهم موجود من بعدهم عشان يبقى عبرة لغيرهم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصفات بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني أهل مكة في أسفارهم للتجارة كان منهم قوافل بتروح للشام، ودول بقى كانوا بيعدوا على المكان اللي كان فيه قرية سدوم دي ذهابا وإيابا. فربنا بيقول لهم اعتبروا واتعظوا، ده انتوا بتعدوا على مكان العذاب صبح وليل. ربنا أراد إن نتفكر، كان بيوجهنا إننا ما نعديش القصة كده وخلاص، لازم نفهم هم حصل لهم كده ليه. بيقول لنا بصوا لاحظوا تفكروا وافهموا. العلماء بيقولوا إن مكان المدن السبعة بقى بحيرة غريبة كده ماؤها أجاج شديد الملوحة، وكثافة الماء أعظم من كثافة مياه البحر الملح. وفي البحيرة دي صخور معدنية زائبة بتوحي بأن الحجارة اللي اتضرب بيها قوم لوط كانت شهب مشتعلة. بيقال إن البحيرة دي هي البحر الميت اللي معروف عنه إن الحياة فيه معدومة لشدة ملوحته وكثافة مياهه. قصة سيدنا لوط اتذكرت في القرآن 14 مرة في 14 سورة من السور. على سبيل المثال اتذكرت في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة هود وسورة الحجر وسورة الأنبياء وسورة الحج وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة الصفات وسورة صاد وسورة قاف وسورة القمر وسورة التحريم. ربنا أراد أن ينبهنا للذنب العظيم اللي ارتكبوه ويحذرنا ويكرر لنا العذاب اللي حصل لهم، فيوصل لنا العظة والعبرة عشان نفهم كويس هم عملوا إيه فاستحقوا إيه. ربنا مش بيحرم علينا حاجة غير لمصلحتنا، ومش بيمنعنا من حاجة إلا ويكون فيها ضرر كبير لينا، رغم إنه خلقنا وليه حرية التصرف فينا. هو الوحيد اللي ليه حق المنع بدون أسباب، وفي كل مرة بنكتشف إن المنع
كان بأسباب، ومش أسباب عادية، لأ، دي أسباب قوية جدا. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة بتعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر واشتغلت عليها كتير عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا إنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.